أنا بعد أن شاهدت برنامجك رأيت رؤية، يعني كنت أجادل نفسي وأنه شرك وما شرك، وكانوا يعني حاطين في رؤوسنا هذه الشغلات أن الشرك وهذا ما يجوز، توسل وكذا وقبور. فأنا كنت أتابع برنامجك والأدلة اللي يطرحها السيد ميثم من الكتب السنية يعني واضحة، يعني حتى الأعمى يشوفها يعني وحضرتك طبعا والأخ أحمد الإمام. رأيت رؤيا كنت أتصارع مع نفسي لأني أستمع لبرنامجك باستمرار مع الأدلة التي تطرحونها في البرنامج. فنمت ورأيت رؤيا كأنما أنا واقف على جبل، وهذا الجبل كنت واقف على حافته صخرة، يعني على شرفة الجبل من فوق. ورأيت رؤيا كأنما تحتي سونامي، إذا تتذكرون سونامي اليابان الذي ضرب اليابان. نعم. نفس الأمواج العاتية السوداء تحصد القرى حصدا تحت، وأراهم بأم عيني وأنا فوق الجبل تحصدهم، وأسمع صياح كلابهم وديكهم وأصواتهم وهم يستغيثون. وهناك دوامة كبيرة تدور في نصف هذا التسونامي، وهم ينجذبون جميعا إلى التسونامي ويدورون بالدوامة هذه الكبيرة. فجاءت الأمواج ولطت الجبل الذي أقف عليه، أنا أقف عليه فوق، لطته من تحت، فسقطت الصخرة التي أنا فيها، سقطت في هذا التسونامي المياه السوداء، وأخذت الدوامة تسحبني. حاولت أن أرجع إلى الجبل سباحة، لكن الدوامة تسحبني إلى هؤلاء الناس الذين تريد أن تأخذهم هذه الدوامة الكبيرة السوداء، والناس يستغيثون. فأنا حاولت بكل جهدي إلى أن تعبت إلى أن وصلت إلى بداية الدوامة الأولى. فعند هذه اللحظة استسلمت، لأن خلاص يعني شفت الموضوع انتهى. وصلت الروح عندي في الرؤية إلى الحلقوم، يعني حسست أن الروح ستخرج من الحلقوم من الخوف والرعب. فلا أعرف كيف أنا صرخت: يا علي يا أبا الحسن، يا علي يا أبا الحسن. أقسم برب الكون أنا صرخت بهذه الصرخة، أقسم برب الكون ويشهد علي الله وملائكته ورسله وكتبه والأنبياء أني صرخت: يا علي يا أبا الحسن. وأنا بحياتي لم أنطق هذه الكلمة لأني من مذهب وخلفية سني. سبحان الله. والله يا سيد ميثم ويا سيد وعد ويا ناس تشهدون علي، عندما صرخت يا علي يا أبا الحسن وأنا لا أعرف كيف نطقتها، رأيت الناس يدورون من حولي، الناس تدور وأنا ثابت، وكنت مستغرب لماذا هذه الناس تدور في الدوامة وأنا لا أدور. ونظرت إلى وسطي، إلى نصف جسمي الأسفل، فوجدت حبلا. الحبل نظرت إليه والحبل يسحبني إلى الجبل الذي